داخل بتأشيرة عمرة وتفكر تكسرها، اسمع قبل ما تهلك نفسك بيدك. خليني أحكيها لك بدون تلميع ولا مجاملة ولا لف ولا دوران. أنت داخل المملكة بتأشيرة عمرة، يعني جاي للعبادة مو جاي مخالف، ولا جاي تخبي نفسك عند واحد ما يدري كيف يلم مشاكل نفسه أصلا. تعتمر تخلص، وبعدها تطلع لك فكرة العبقري اللي كثير يقعوا بسببها. ليش ما أدور لي شغل يمكن أرتاح، يمكن تنفتح علي أبواب الخير؟ راح أقول لك الحقيقة، أنت مو رايح تترزق الله، أنت رايح تتوهق. أول ما تكسر تأشيرة أنت رسميا صرت مطلوب للنظام، مو زائر مو عامل، أنت مخالف. تتحرك بخوف، تنام بخوف، وتتنفس بخوف، وتحسب نفسك ذكي. لا يا صديقي، اشتيك تستوعب شيء واحد: 10,000 ريال غرامة لو اشتغلت بغير تصريح، 50,000 ريال زائد سجن 6 شهور زائد ترحيل لو تجاوزت مدة التأشيرة، واللي يأويك يتبهذل معك، غرامة ومسؤولية ويمكن سجن. ولو استخدمت التأشيرة غلط، منع 5 سنوات كاملة من الدخول لأي تأشيرة عمل أو عمرة. وكل ريال كسبته من الشغل الأسود يرجعونه من جيبك غصبا عنك، حتى لو قدمت عنوان غلط عند تقديم التأشيرة. غرامة 15,000 ريال فوق البيع. يعني باختصار، أنت مش طالع تدور رزق، أنت طالع تسلم نفسك للمشاكل بقدميك. تتوقع أنك ذكي لأنك بتعيش مع واحد يأويك؟ والله أنك تحط نفسك وتحطه في محرقة قانونية ما تطلع منها إلا بترحيل وبصمة وباب مقفول بوجهك سنين طويلة. وأعرف أعطيك رغم الهجوم هذا كلمة حق. أدري إنه بلدك صعبة، أدري إنه الفقر يحرق، أدري إنك تدور فرصة بأي باب، لكن مو كذا، مو بالمخالفة ومو بالهروب، مو بخطوة ممكن تدمر حياتك كلها. الفرصة اللي تبدأ بخوف وتنتهي بغرامة وسجن وترحيل، هذه مش فرصة، هذه مصيدة. احفظ كلمتي، لا تكسر تأشيرتك إلا لو ناوي تكسر مستقبلك معها.